السلام عليكم. واحد الصباح من عام 2014 وبالضبط قبل عيد الأضحى ديال 2014 بيومين، فاقت مدينة خريبكا على واحد الفاجعة كبيرة ديال السطو المسلح على بنكة. جاو شي عصابة هجمات على البنكة وقتلوا هذاك لاجون دو سيكوريتي، وقتلوا واحد السيدة كدير الميناج، وقتلوا المديرة ديال البنك. هادشي كله وقع في واحد الوقت مبكر من الصباح ديال هذاك النهار. وهزوا الفلوس اللي كان المبلغ ديالها تقريبا 350 مليون سنتيم وهربوا. حلوا البوليس بعين المكان، وكان واحد الاستنفار امني كبير، خاصة لما تبين ليهم في الكاميرا 3 ديال الاشخاص ملتمين وهازين اسلحة نارية اي لي بيستولي. هنا حضروا بزاف ديال الشخصيات الامنية ورجال كبار في الدولة، وهنا البوليس ولا عليهم واحد الضغط كبير من جهة ان المغرب ما كيعرفش هذا النوع من الجرائم اللي هي السطو المسلح. هادشي كيكون في امريكا الشمالية وكيكون في المكسيك وفي بعض الدول الاوروبية، ولكن المغرب ما كيعرفش هذا النوع من الجرائم. ومن جهة تانية هو السلاح، وهذه كانت كارثة كبيرة، كارثة عظمى تحملها الامن بتنوع الاجهزة ديالو وكل شيء استنفر لهذا الحادث. المهم لما جاو البوليس، وبالضبط جات لا بريغاد ناسيونال، يعني لا بي ام بي جي، لا بريغاد ناسيونال دو لا بوليس جوديسيير اللي هي الفرقه الوطنيه للشرطه القضائيه، وجاو الناس ديال الشرطه العلميه، ولكن مع الاسف ما عطروش على شي دليل بيولوجي ولا شي بصمه، لان المجرمين بانوا في الكاميرات ملتمين ودايرين هذوك ليغون، دوك القفازات باش ما يخليو حتى شي بصمه. هنا القضيه ولات ملقاة على عاتق الشرطه القضائيه مباشرة، لأن البحث التقني والعلمي منفع بوالو في هذه الحالة، دونك ولا خاص البحث الميداني. الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عندها هنا معطى واحد اللي يمكن تنطلق منه، اللي هو هذاك تسجيل الكاميرا اللي بانوا فيه 3 ديال الأشخاص كيتحركوا وهازين أسلحة نارية لي بيستولي. الغريب هو أن هاد المجرمين رغم أنهم هازين لي بيستولي، ولكن القتلى ب3 اي المديره ديال البنك وهذاك رجل الامن وهذيك لا فام دو ميناج ديك الموظفه، كلهم تقتلوا باسلحه بيضاء ماشي بالبيستولي. هنا البوليس رجحوا انه من الممكن يكونوا هذوك لي بيستولي ماشي حقيقيين، والا علاش المجرمين ما استعملوهمش في القتل، لانه فعلا غريب ان الشخص عنده بيستولي وغيضطر يتقرب من الضحيه باش يقتلها بالموس. دونك بناء على هذه النظريه البوليس رجحوا إمكانية أن هذوك لي بيستولي ماشي حقيقيين، وربما الجنات استعملوهم فقط من أجل التمويه والتخويف. واخا داز تقريبا يومين على هذه القضية والبحث جاري ومكثف. وقعت واحد الحادثة سير، واحد السيارة بيضاء كات كات باقا دبل تصطدمت مع سيارة أخرى، ولكن البوليس لما حلوا بمكان حادث السير باش يديروا المعاينات، جا معاهم واحد البوليسي اللي لما شاف مول السياره البيضاء عرفوا وسلم عليه عادي بخير لبس عليك كذا كذا، قيدوا لهم كوسطا ومشاو. هذاك البوليسي مشى قال لهذيك الفرقه اللي مكلفه بالبحث في القضيه ديال الهجوم على البنك، قال لهم اودي حنا اليوم كنا في واحد حادثه سير خفيفه وراه شفت واحد القضيه وجاتني غريبه. قالوا ليه اشنو شفتي؟ قال لهم شفت واحد طرف من هذيك الحادثه سير كنعرفو قريب السكن ديالي، وكنعرفو غير شمور وساكن غير هو وامو، ومره كيجي عندهم واحد خوهم واحد استاذ جامعي اللي هو كيصرف عليهم. ولكن في الحادثه كانت عنده طوموبيل كات كات باقا دبل ولابس مزيان. هنا البوليس خداو بالاقوال ديال هذا البوليسي، وبالفعل قالوا نبحثوا في هذه القضيه ونزيدوا نوسعوا شويه دائره البحث. مشاو البوليس عند دار هذا الدري بعد ما وراهم البوليسي دارهم، ودقوا. خرجت امو قالوا له السلام عليكم. السلام، كاين توفيق؟ قالت لهم كاين ولكن ناعس. قالوا لها عفاك الحاجه فيقيه راه ضروري بغينا نهضروا معاه حنا بوليس. قالت لهم واخا، ودخلات ولكن تعطلات، ما بقات خرجت لا هي لا ولدها. هنا البوليس قالوا ياك ما السيد فراسو العجينه وبغى يهرب. عاودوا دقوا وهو يخرج. هو السلام عليكم. السلام،
قالوا لي عافاك حنا البوليس. قال لهم مرحبا. قالوا لي بغيناك تمشي معنا شي اسئله بسيطه وترجع في حالك. قال لهم واخا. مشى معاهم. اول سؤال طرحوا عليه واش الكاسكاس بيضاء ديالك؟ قال لهم لا ماشي ديالي. قالوا لي ديال من؟ قال لهم ديال خويا. عيطوا على داك خوه وكان استاذ جامعي. قالوا لي واش الكاسكاس بيضاء ديالك؟ قال لهم لا انا عندي طوموبيل داسيا ما عنديش كاسكات. هنا البوليس فرحوا واحد الفرحه كبيره. خداو الماتريكيل ديال الكاسكات وشافوا الملكيه ديالها كيلقاوها يلا خرجت من لا ميزون، يعني باقا دوبل في وفي الملكيه ديال الشريف. هنا قالوا ليه البوليس علاش كتكذب. وهنا باش نضيف واحد القضيه، كانت واحد مفاجاه كبيره بزاف بالنسبه للبوليس لما دخل في هذه اللحظه داك الاستاذ وقال للبوليس انا خويا ما عندوش حتى مليون صحيح، وانا اللي كنصرف عليه هو امي. كيفاش يقدر يشتري كاسكات دوبل في؟ والصدفه الكبيره هي ان هذاك الاستاذ الجامعي مرته هي المديره ديال البنك اللي تقتلات. هنا البوليس قالوا لي غنمشيو معاك للدار. هزوه مشاو معاه لدارهم وداروا واحد لا بيركيزيسيون في ادوميسيل، واحد التفتيش دقيق للمنزل المعني بالامر، بعد ما خداو امر بالتفتيش من النيابه العامه، ولكن ما لقاو والو، الا ان واحد المفتش من هادوك البوليس اللي طلعوا كيقلبوا في السطح لقى شي 4 ديال الخناشي ديال الكاياس، وباقي داك الكاياس مشتت، اي ان الخناشي عامرين بالكاياس ولكن باقي شي حاجه في الارض. وهو يخوي وحده منهم، كانت مفاجاه كبيره، هو يطيح واحد الكيس، داك الكيس اللي كيديروا فيه دوك لوازم الحمام، حلو لقاه مدكوك بالفلوس. عيط عليهم طلعوا شافوا داك الشيء، قالوا لي شنو هاد الشيء يا سي محمد، ولقى راسو امام امر الواقع وقال لهم انا اللي سرقت البنكه، ولكن ماشي انا اللي قتلت، صحابي اللي قتلوا مرت خويا وهذوك اللي كانوا في البنك. هنا خوه اللي هو راجل ديك المديره ديال البنك غفل البوليسي وضرب خوه بواحد الصرفيقه. على اي رجعوا للكوميساريه، قالوا لي فين صحابك؟ قال لهم كاينين. قالوا ليه هاك غتعيط ليهم وتقول ليهم يجيو عندك للدار دابا ضروري، وقول لهم راه شي حاجه مهمه وبزاف ما تعطلوش. بالفعل عيط ليهم، مشاو البوليس لدارهم ودخلوا وقالوا لمو لما يجيو هذوك 2 دراري انت اللي تحلي عليهم الباب. وهنا كانت فكره واعره، انهم اقترحوا يكون الايقاف ديالهم في الدار ديال صاحبهم، هكا ما غاديش يشكوا نهائيا في شي حاجه. وفعلا جاو وحلت عليهم المراه الباب وشدوهم. في التحقيق هادوك 2 قالوا باللي هذاك اللي تشد الاول اللي هو خو داك الاستاذ الجامعي اللي مرته هي المديره ديال البنك اللي ماتت، قالوا باللي هو اللي اقترح علينا هاد الفكره. طبيعه الحال السؤال الثاني اللي هو مهم بزاف، قالوا لهم هادوك لي بيستولي، قالوا لهم هادوك لي بيستولي راه ماشي بيستولي حقاق، هادوك بيستولي ديال العواشر. قالوا لهم فين هما؟ مشاو فعلا لقاوهم في الدار ديال خو الاستاذ الجامعي وحجزوهم وجمعوا هاد الثلاثي كاملين، حرفوا الشأن ديال كل واحد فيهم محضر رسمي وتحكموا كلهم بالسجن المؤبد، وكان حكم نافذ. والسلام عليكم ورحمة الله.